السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار في سؤال بيتكرر كتير جدا، وهو هل الجواز من واحدة أندونيسية هل دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ أكتر من واحد بيسألني بيقول لي أنا اتعرفت على واحدة من على النت مثلا وعايز إن أنا أتجوزها، تنصحني إن أنا أتجوز من أندونيسيا ولا لأ؟ أو بيسألوا عن شخصية البنت الأندونيسية عاملة إزاي. فأنا هحاول في الفيديو ده إن أنا أقرب لكم الصورة شوية. احنا خلينا الأول متفقين على إن كل بنت ليها شخصيتها، فسواء بقى بغض النظر عن دينها، عن عيلتها، عن المكان اللي هي اتولدت واتربت فيه، كل واحد ليه شخصيته. وحتى التوأم انت بتلاقي ان كل واحد فيهم ليه شخصية مستقلة عن التاني، فالنقطة دي لازم تاخد بالك منها قوي قبل ما تتفرج على الفيديو ده. احنا في الفيديو ده ممكن ان انا اتكلم معاك عن الحاجات اللي موجودة في المجتمع الاندونيسي ومش موجودة في المجتمع العربي او في المجتمع الشرق اوسطي، الحاجات اللي بالنسبة لهم عادي وبالنسبة لنا ممكن ما تكونش عادي، لان طبعا المجتمع بيأثر في الشخصية وفي طريقة التفكير. يعني مثلا على سبيل المثال البنت الاندونيسية عندها نسبة استقلالية اعلى شوية من البنت في الشرق الاوسط. عادي جدا ان البنت تكون مثلا الجامعة بتاعتها في مدينة غير المدينة اللي هي موجودة فيها، واهلها يسمحوا لها ان هي تسافر لمدينة تانية علشان تدرس وتشتغل ويبقى ليها بيت وتبقى عايشة فيه لوحدها، تصرف على نفسها، تزور اهلها كل خميس وجمعة مثلا، ولكن باقي ايام الاسبوع مستقلية بنفسها. محدش بيشوف ده عيب، او محدش بيقول مثلا ازاي ان البنت قاعدة لوحدها. انت بتلاقي بنات كتير نفس الوضع كده، والمجتمع بيتقبل كده. فده طبعا بيأثر في حتة ان البنت بتبقى طالعة معتمدة على نفسها، انت لما تعوزي حاجة تجيبيها، غير البنت اللي في الشرق الاوسط اللي اهلها بيخافوا عليها لدرجة ان هم مش بيسمحوا لها ان هي تسافر بره. او لو واحدة مثلا جالها جامعة في مدينة غير المدينة بتاعتها، دي ممكن ان هي تكون مشكلة لبعض العائلات وبيرفضوا. فبتلاقي البنت في الشرق الاوسط بغض النظر بقى عن الدولة بتبقى طالعة شايفة ان ابوها هو اللي مسؤول عنها 100%، وان انتي اي حاجة انتي عايزاها لما تتجوزي جوزك يبقى يجيبها لك. فبتطلع برضو معتمدة على جوزها 100%، حتى لو هي غنية، حتى لو هي بتشتغل. بيبقى التفكير اللي في دماغها ان انا جوزي هو اللي لازم يجيب لي كل حاجة حتى لو انا معايا فلوس. فبالتالي بتطلع معتمدة على جوزها. وبتلاقي بقى حاجات بتظهر وقت الجواز لما انت تيجي بتتقدم، بيقول لك مثلا انت عندنا في مصر مثلا بيقول لك انت لازم تعمل قايمه، والقايمه دي ليه؟ عشان نضمن مستقبلها. افرض ان انت طلقتها، افرض ان حصل كذا، افرض ان انت خنتها، افرض ان انت اتجوزت عليها، افرض ان انت عملتها وحش. فبيبقوا شايفين ان البنت لو اتطلقت خلاص هي كده ما عندهاش حد يصرف عليها وهتبقى مشكله بالنسبه لها. بيبقوا شايفين ان لازم لما تيجي تتجوز لازم ان انت تأمن مستقبلها. ومن الناحية التانية البنت لما بتتجوز بتبقى خايفة من حتة ان هي مثلا تتطلق. يعني عندنا في مصر بيقولوا ظل راجل ولا ظل حيطة، ولو راجل مثلا شتمك مثلا ولا ضربك بتحصل مشكلة وبيتعاتب وكل حاجة، بس اغلب الناس بيقولوا لها ايه؟ مشي الموضوع علشان الولاد، مشي الموضوع عشان نفسك. لو لقوا مثلا اتنين منفصلين هيبصوا للبنت ويقولوا ان اكيد المشكلة منها هي، هو طلقها ليه؟ الحاجات دي كلها مش موجودة في اندونيسيا. فلازم تخلي بالك من نقطة ان هي مش هتكون معتمدة عليك 100%. ومش معنى ان انت راجل واتجوزتها وان انت شغال وبتصرف عليها ان هي خلاص بقى هتبقى خاضعة ليك 100%، او انها هتبقى خايفة من الطلاق او خايفة ان هي تسيبك. لا، انا بشوف حالات هنا ممكن ان هي لو الراجل يعني وصل لمرحلة ان خلاص مش هينفع ان هي تعيش معاه، ممكن تمشي وكمان وتسيب له العيال. يعني لو مش هتطرده من البيت ممكن هي اللي تقوم ماشية وسايبه له البيت. فبيبقى ما عندهاش حتة ان يعني بالعربي كده ان انا دراعها مش ملوي بحتة الجواز. فزي ما هي قبل الجواز ما بتطلبش شبكة، ما بتطلبش مهر عالي زينا، ما هو احنا برضو بنطلب شبكة ومهر عالي عشان نأمن مستقبل البنت. فنفس الموضوع بالنسبة للطلاق ما بتبقاش مشكلة بالنسبة لهم. فزي ما الجواز سهل زي ما الطلاق سهل. اسلوب التفكير ده بيأثر برضو من ناحية تانية، وهي ان انت ما تتوقعش مثلا ان انت عرفت واحدة من على النت وقالت لك انا بحبك وهستحمل معاك كل حاجة وهساعدك، ان انت خلاص كده هتاخد بقى جوازة ببلاش وهتاخد سفر ببلاش وهتاخد اكل وشرب ببلاش، وهي هتشتغل وتصرف عليك، او ان هي تساعدك ان انت تشتغل وتلاقي لك وظيفة.
لا، هي هتبقى شايلة ايدها من الموضوع تماما، هي ملهاش دعوة. انت راجل قاعد في بيتك، قاعد في بلدك، عايز ان انت تيجي هنا وعايز تتجوز، انت بقى اللي معاك فلوس، ما عندكش شغل، انت بقى اللي تدور على شغل. اجنبي مش هتعرف ان انت تشتغل في اندونيسيا، دي مشكلتك انت حلها مع نفسك. يعني الاحلام اللي هي بتاعت ان انا مثلا اعرف واحدة اوروبية واخد فيزا وان هي تدور لي على شغل وان انا ابقى مليونير، لو انت بتفكر التفكير ده، عايز عروسة وعايز وظيفة، فاندونيسيا مش مناسبة ليك خالص. هي بتبقى عايزة راجل في العيلة، ان هو يصرف، ان هو راجل يبقى جوزها يشيل مسؤولية، وان هو يقود المركب بتاعة العيلة. الشعب الاندونيسي طيب ومتدين وهادي، يعني انا اكتر من فيديو قلت الموضوع ده، واكتر حاجة بلاحظها ان هم هاديين، ولكن لكل قاعدة شواذ. يعني مش معنى بقى ان انت خدت واحدة من اندونيسيا ان هي هيكون مختوم عليها بقى ان هي لازم تبقى هادية وانها تبقى مطيعة ومن ايدك دي لايدك دي. لا، هي في حاجات بقى بتأثر فيها، دي حتة الشخصية اللي انا كنت بتكلم عليها. فلازم ان تكون هي شخصيتها اصلا عندها استعداد للطاعة. فانت برضو ما تتوقعش او ما تتخيلش الطاعة اللي هي 100% صرف. لان انا في ناس كتير بيكلموني اقول له مثلا طب انت ليه عايز تتجوز من اندونيسيا، هو مش بيكون اختار واحدة، هو بيكون خلاص قرر يتجوز من اندونيسيا. ليه؟ لان الاندونيسيين متدينين، الاندونيسيين طيبين، الاندونيسيين مطيعين. لا، الكل قاعدة شواذ. وانت لو عايز واحدة زوجة متدينة ومطيعة وهادية، دي ممكن تلاقيها في اي دولة في العالم، في اي مدينة في العالم. يعني اكيد كل دولة فيها واحدة على الاقل، يعني ده لو ما لقيتش الاف هتلاقي. ففكرة ان انت تبقى واخد صورة عن الدولة ان كلهم كده، دي غلط. ده يودينا للنقطة اللي بعد كده، وهي ان اندونيسيا ما تتعاملش معاها ان هي دولة واحدة. يعني مصر دولة واحدة، في طبع ممكن تقول ان المصريين طبعهم كذا، انما اندونيسيا لو قريت في التاريخ شوية بتاعهم وضعهم مختلف. هم عبارة عن اكتر من مملكة، فكل الممالك دول اتوحدوا تحت العلم بتاع اندونيسيا. ولكن اللي حصل بعد كده ان هم فضلوا متمسكين بالعادات والتقاليد بتاعتهم. ما تتعاملش معاهم ان الاندونيسيين مثلا لقيت صورة مثلا ولا لقيت فيديو كليب لواحدة مثلا من بالي لابسة بكيني، فتقول لك لا بص الاندونيسيين دول كلهم بيلبسوا بكيني. طب بالي دي كلها هندوس، ليهم عادات وتقاليد مختلفة مثلا عن جاوا. جاوا نفسها متقسمة الشرق وفي الغرب وفي الوسط. كليمانتان دي حاجة تانية خالص. حتى في الجواز، يعني حتى الفستان بتاع الفرح او اللبس بتاع الفرح او الاكل نفسه بيختلف. فانت ما تحاولش ان انت تاخد صورة مسبقة عن البلد وان انت تحكم بقى بالصورة اللي انت شفتها دي على الكل. وحتى برضو لو لقيت صور مثلا ليهم ان هم متدينين او واحدة بتلبس نقاب مثلا او حجاب طويل، دي موجودة في مناطق تانية ممكن ما تلاقيش. انت ممكن تدخل قرية تلاقيهم لابسين لبس معين، تروح قرية تانية تلاقيهم بيلبسوا لبس تاني، قرية بيتكلموا بصوت واطي، قرية تانية بتلاقي صوتهم عالي. فانت يعني مفيش جملة واحدة تقدر ان هي توصف البلد كلها. فما تاخدش مثلا ان انت تتخيل ان هي متدينة هتبقى التدين اللي في دماغك. لازم ان انت تشوفها نفسها. انت لو عايزها بتصلي الفجر، تسأل البنت نفسها تقول لها انت بتصلي الفجر ولا لا، كلمها وقت صلاة الفجر. انت عايز واحدة لابسة نقاب، اسألها قول لها انت بتلبسي نقاب ولا لا. مالكش دعوة بقى بلدها بيلبسوا نقاب ولا لا، قريتها. ما هو ممكن يكون القرية كلها بالمنقبات وهي البنت الوحيدة اللي مش لابسة نقاب واللي انت بتكلمها. فانت خليك مركز مع الشخصية، لان انت لما تتجوز انت مش هتتجوز البلد ولا هتتجوز القرية، انت هتتجوز البنت دي نفسها. غير كده ان انت لازم تسأل نفسك سؤال واضح ومباشر وصريح: هل انت عايز تتجوز واحدة عربية ولا اندونيسية؟ يعني انت ما تاخدش واحدة اندونيسية وتبقى متوقع ان هي هتكون مثلا بتتعامل في كل المواقف زي اختك مثلا او زي والدتك. لا، انت اختك ووالدتك اتولدوا في بلدك، في المجتمع بتاعك، على العادات والتقاليد بتاعتك. الدين واحد بس العادات والتقاليد بتفرق. وفي حاجة كمان مهمة، الاندونيسيين او الاجانب عموما، يعني خارج منطقة الشرق الاوسط، اغلب الناس اللي اتعاملت معاهم بس مش مولودين في الشرق الاوسط بياخدوا الكلام مباشر. يعني لو انا مثلا قاعد معاك او انت قاعد مع واحد اندونيسي مثلا، وجيت قلت له انا نفسي ان انا افتح مطعم،
ممكن لو انت قاعد مع واحد عربي وقلت له انا نفسي ان انا افتح مطعم وانتوا قاعدين على القهوه كده وبتتكلموا، العرب بيبقوا عارفين ان ده كلام قهاوي. يعني ان دي ايه، انت بتفكر بصوت عالي معايا وكلام ممكن يتنفذ وممكن ما يتنفذش، واحنا الاتنين هنروح البيت هننام مش هنفتكر اصلا ان احنا قلنا ايه امبارح. انما الاندونيسي لما انت تقول له حاجه زي كده بياخد الكلام ده على اساس ان هو وعد. فانت برضه تخلي بالك في الكلام. لو عرفت مثلا واحده اندونيسيه جايه بتتكلم معاها، تخلي بالك وانت بتتكلم، لان اي حاجه بتقولها هي بتاخدها ان هي وعد. يعني انت لو جيت مثلا في يوم ورحت قايل انا المهر بتاعك اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه دي معناها ان انت ملياردير، ولو انا طلبت منك 100 مليون دولار لازم تدفعهم لي عشان انت وعدتني وانت قلت اللي انت عايزاه. ما عندهمش بقى حته صيغه المبالغه دي، او ان هي تفهم مثلا ان انت نفسك ان انت تعمل، لا. هتقول لها مثلا ان انا لما نتجوز هتزوري اهلك مثلا كل سنه ان شاء الله ربنا يسهل، يبقى ده وعد ان انت خلاص كل سنه. يعني لدرجه ان في واحد كان جاي يتجوز هنا وراح لاخوها في جاكرتا، فهو قاعد مع اخوها عزم عليه على قهوه، فقال له قدم له القهوه، فهو رد عليه الرد العربي العادي اللي هو لا والله مش قادر انا لسه شارب. مستني بقى منه من اخوها ان هو يعزم عليه او ان هو يقول له لا لازم تاخد. فراح واخد القهوه وقام وما جابلوش حتى كوبايه ميه وقعد على الكرسي. فالشاب ده اتصدم، يعني بيقول لي انا مجرد ان انا قلت له لا مش عايز فخلاص. قلت له ما هم بيتعاملوا كده. لا لو انت عايز ان انت تشرب قهوه اتعزم عليك باكل، عايز تاكل كل، مش عايز تاكل قول لا. فانت تخلي بالك برضو من الكلام اللي انت بتقوله، ما تقولش اي حاجه بصيغه مبالغه، او ما تقولش اي حاجه متخيل بقى ان هي هتفرح ان انت شاريها، او ان انت عندك استعداد تعمل كل حاجه. لا، لو قلت لها مثلا انا نفسي ان احنا نجيب عربيه بعد الجواز، ده كده وعد ان انت هتجيب عربيه. فانت لازم تخلي بالك من الحته دي. وكمان الاندونيسيين هاديين، وده برضو بيأثر ان هم مثلا لما يجوا يخلصوا اوراق او ان هم يعملوا اي حاجة بياخدوا وقت شوية، او بيعملوا الحاجة في وقتها. يعني لو افترضنا ان انت عرفت واحدة مثلا وعايزين ان انتوا تتجوزوا، انت هيكون عندك معلومات عن الجواز في اندونيسيا اكتر منها. ليه؟ لان انت اوريدي هتكون فتحت جوجل ودورت، دخلت على اليوتيوب لقيتني، لقيت غيري، كلمتني، كلمت غيري، دخلت جروبس على الفيس، دورت هنا دورت هناك. انما هي هيبقى تفكيرها لما يبقى يجي ويتقدم لي ونكون ان احنا خلاص اتفقنا على كل حاجة وهنتجوز، ساعتها نبقى نشوف بقى الاجراءات ايه، ولو في ورقة محتاجين ان احنا نعملها نبقى نعملها. فهم عندهم حتة انه مش مستعجلين، يعني الحاجة بتاخد وقتها. الحاجة اللي ما تخلصش النهاردة مش مشكلة، ممكن ان هي تخلص بكرة، تخلص الاسبوع الجاي، تخلص وقت ما تخلص، احنا معانا وقت. فهم الاندونيسيين الهدوء بتاعهم بيؤدي لان هم بيعملوا الحاجة بالراحة وعلى مهلهم ومن غير استعجال. واي حاجة في العادات والتقاليد بتاعتهم او اي حاجة عايز تستفسر عنها اسأل سؤال مباشر. هم ما بيفهموش ما بين السطور زي ما قلت لك. يعني ما تحاولش حاجة مثلا ضايقتك، موقف حصل ما عجبكش، ما تحاولش بقى يعني ما تستناش ان هي هتفهم من نفسها او ان هي هتحس من نفسها. لا، هما زي ما قلت لك بيتعاملوا لا حاجة عجبتك قول انا كذا ما عجبنيش، انا مش بحب كذا. عايز تسأل على حاجة اسأل مباشرة. فما تحاولش ان انت تلف وتدور، لانك لو اتعاملت مع حد اندونيسي بان انت تلف وتدور هتلاقي نفسك ان انت بتلف وتدور حوالين نفسك على الفاضي وبتضيع وقت ومجهود على الفاضي. هم اصلا مش هيفهموا ومش هيستوعبوا انت عايز توصل لايه. انت عايز تسأل عن كذا اسأل عن كذا على طول. واهم حاجة زي ما قلت لك انسى كل الكلام ده واحكم على الشخصية اللي انت بتتعامل معاها، علشان ما تجيش مثلا متخيل ان هي من اندونيسيا هتبقى متدينة وكويسة وكل حاجة، والمنطقة بتاعتها كويسة وجميلة وكل حاجة والناس هادين ومؤدبين، وتلاقي ان هي شخصيتها ما تنفعش. المهم هي شخصيتها تنفع معاك ولا لا، وخصوصا بقى بعد الجواز. يعني انت شوف ايه الشخصية اللي تنفعك، لان برضو الامر متوقف عليك. يعني ممكن تكون هي كويسة بس انت طبعك مستني مثلا ان هي تكون بتتعامل معاك زي البنت العربية، او عقلك مثلا مش مستعد ان هو يتعامل مع واحدة جاية من ثقافة تانية مختلفة تماما. اللي انت تكون شايفه غلط هي تكون شايفاه صح، واللي انت تكون شايفه صح هي ممكن تكون شايفاه غلط، ومش عارف ان انت توصل لنقطة تلاقي في النص.
فلازم ان انت برضو يكون عندك استعداد ان انت تبقى عارف ان انت هتاخد حد من دولة تانية، من بيئة مختلفة، من ثقافة مختلفة خالص. اكيد هيكون في اختلافات، ولازم ان انت تقبل الاختلافات دي زي ما انت بتطلب منها ان هي تحترم ثقافتك وان هي تتبع عاداتك وتقاليدك. انت برضو نفس الموضوع. انا حاولت ان انا اكون مختصر في الفيديو ده على قد ما اقدر، معرفش بقى الفيديو هيطلع طويل ولا لا، ربنا يستر. ما تنسوش يا جماعة اللايك والشير، لو ليكوا اي سؤال اكتبوه في التعليقات، واشوفكم بخير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.